منذ ما يناهز عن 17 شهراً خرجت شرائح واسعة من الشعب السوري للتعبير سلمياً عن مطالبها المشروعة في الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، فقوبلت بالقمع والعنف واستعمال القوة المفرطة. وأمام عجز المجموعة الدولية وخصوصاً مجلس الأمن عن التعامل بشكل موحد وصارم تجاه تفاقم الوضع في سوريا، شهدت الشهور الأخيرة تطور الأزمة إلى نزاع مسلح تستخدم فيه الأسلحة الثقيلة والدبابات والطائرات ضد مناطق آهلة بالسكان المدنيين، إضافة إلى تفشي ظواهر الاختطافات والاعتقالات التعسفية والإعدامات خارج القانون وما يرافق كل ذلك من خروقات وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي. أيها السادة، إن إغلاق سفارات البعض في دمشق قد حجب الرؤية عن عواصمها، فانقطعت سبل التحليل الصائب لما يجري، ولذلك أنا لا ألوم ما قاله السيد الوزير المغربي، لأنني لا أريد أن أفتح جروح البعض، أنا أدعو الوزير المغربي إلى تصحيح علاقات المغرب مع الدول المجاورة له وتلبية مطالب الإصلاح لدى الشعب المغربي، وفي مقدمتها إلغاء الطقوس الملكية التي عفى عنها الزمان والتي تقضي من كل مغربي أن يركع أمام الملك ويقبل أيديه. ثم ماذا عن قضية الصحراء الغربية؟ هل تريدون أن نفتحها للحديث؟ هناك أيضا شعب في الصحراء يطالب بحقوقه. انقطعت سبل التحليل الصائب لما يجري، ولذلك أنا لا ألوم ما قاله السيد الوزير المغربي، لأنني لا أريد أن أفتح جروح البعض. منذ ما يناهز عن 17 شهراً خرجت شرائح واسعة من الشعب السوري للتعبير سلمياً عن مطالبها المشروعة في الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، فقوبلت بالقمع والعنف واستعمال القوة المفرطة. وأمام عجز المجموعة الدولية ظواهر الاختطافات والاعتقالات التعسفية والإعدامات خارج القانون وما يرافق كل ذلك من خروقات وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي. أيها السادة، إن إغلاق سفارات البعض في دمشق قد حجب الرؤية عن عواصمها، أنا أدعو الوزير المغربي إلى تصحيح علاقات المغرب مع الدول المجاورة له وتلبية مطالب الإصلاح لدى الشعب المغربي، وفي مقدمتها إلغاء الطقوس الملكية وخصوصاً مجلس الأمن عن التعامل بشكل موحد وصارم تجاه تفاقم الوضع في سوريا، شهدت الشهور الأخيرة تطور الأزمة إلى نزاع مسلح تستخدم فيه الأسلحة الثقيلة والدبابات والطائرات
ضد مناطق آهلة بالسكان المدنيين، إضافة إلى تفشي